عصمت علي محمد شعبان. وادي القمر خلف شركة الأسمنت. تمام. وادي القمر حضرتك أول في حزب الوفد، حضرتك عضو حزب الوفد. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمت علي محمد شعبان مقيم في وادي القمر، من أهالي وادي القمر، رئيس لجنة الوفد في دايرة الدخيلة وعضو اللجنة العامة لحزب الوفد بالدخيلة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. اشرح لنا بقى إيه مشكلة أهل وادي القمر. وادي القمر كمدينة هنا وقرية، المنطقة الوحيدة اللي في غرب اسكندرية ملك لأفرادها، ومش منطقة عشوائية ولا هي أملاك دولة أو أملاك حكومية أو إصلاح زراعي زي بقية الأراضي اللي موجودة من هنا لغاية مطروح. لكن الأرض دي أرض مسجلة بالشهر العقاري ملك لأفرادها وليها تنظيم، ومعمولة من سنة 1938. سنة 1944 دخلها أول مية، ودخلها المية والكهرباء إبراهيم باشا فرج من حزب الوفد في حكومة الوفد سنة 48 لما كان وزير شؤون بلدية. الأسمنت هنا اتعملت بعد سنة 48. البترول اتعملت في السبعينات. شركة الكيماويات اتعملت سنة 63. فوادي القمر أقدم من كل الشركات دي. وادي القمر يعني الشركات دي جت على السكان اللي موجودين؟ جت على السكان. السكان كلهم هنا متضررين من مجموعة الشركات، وبالأخص شركة الأسمنت اللي التلوث بتاعها وأصاب الناس بكل أمراض الربو والحساسية والتحجر الرئوي وأمراض العيون والأمراض الجلدية. كانت من النتيجة إن الشركة بتقول لا إحنا هنا من الأول، لا إحنا هنا اللي من الأول، ومعانا خرايطنا ومعانا ما يثبت ذلك وأملاكنا وأملاك مش أملاك دولة ولا وضع يد ولا إحنا منطقة عشوائية. جينا لما الشركة اتعملت وبنينا بيوتنا مبنية وشوارعنا اللي مرصوفة. إحنا عندنا 8 أجزخانات في وادي القمر، مستشفى كبير، عندنا مدرسة كبيرة، فعددنا بيتعدى 50,000 مواطن. كل شوارعنا فيها اسفلت وكهرباء وميه. احنا عندنا كل مستلزمات العصر الحديث كإقامة، الا ان احنا اتحبسنا في وادي القمر في جزيرة من التلوث، جزيرة كاملة تحط في وادي القمر من الاربع جهات: البترول، الكيماويات، والاسمنت، وشركة بتروغاز. فالناس عايشنا في منطقة تلوث جامد. كان على وعد دايما ان الحكومة هتتصرف، وقالت ان احنا هننقل شركة الاسمنت للغربانيات، وعملوا فعلا شركة الاسمنت في الغربانيات اللي سموها شركة العمرية للاسمنت، وما نقلوش الشركة وراحوا النظام الفاسد باعوا الشركة للاجانب علشان ياخدوا ايديهم. مع ان المصانع ديت، المصنع بتاع الاسمنت ده اتعمل وبدون ترخيص، والى وقتنا هذا ملوش رخصه وهو بيعمل لحد النهارده مفيش رخصه. لغايه دلوقتي ما فيهوش رخصه. الحكومه ما رضتش تديله الرخصه وبعته على هذا الاساس. النهارده حاطيننا في مواجهه ان هم ازاي ان هم باعوا الارض. طب انتوا اذا كنتوا بعتوا الارض وبعتوا الشركه، يا اما الحكومه توفر ارض بديله، يا اما عندهم الحل البديل. هل هيقدروا ينقلوا سكان وادي القمر باملاكهم؟ لان مش ارض وضع يد او حكومه ان هم تشيلهم وتسيلهم، دي املاك. هل هيقدروا يدفعوا التعويضات؟ تعويضات السكان في وادي القمر تساوي ثمن الشركه دي 3 مرات او 4 مرات. لكن المصنع اصلا معدني الجديد دوت ممكن يتنقل في اي حته. الشيء الثاني ان الشركه بتجيب المواد اللي هي الاساسيه للاستخدام لانتاج الاسمنت. منين؟ الاسمنت عايز ايه؟ طفله وحجر جيري. هل احنا هنا في منطقه وادي القمر لا عندنا لا طفله ولا حجر جيري؟ ده بيجيبوه من محاجر بعد العالمين، ينقلوا الشركه للمحاجر في الصحراء ويخففوا عن الناس الالام. احنا عندنا الناس بتعاني، اطفالنا بتموت، امراض السرطانات، امراض الكلى، امراض الربو، الصدر والحساسيه. احنا بنعاني احنا واطفالنا. زهقنا من الوعود، زهقنا من النظام ماشي. النظام الفاسد ماشي اللي كان بيتواتر. النهارده
ده ليه؟ لازم احنا في النظام الجديد والثوره الجديده بتاعتنا ان احنا نحرر نفسنا ونحمي ولادنا واطفالنا في وادي القمر. من حقنا نشم هوا نضيف. احنا ممنوعين ندعي حتى الدعاء لربنا. احنا لو رفعنا ايدينا للسما فوق تراب الاسمنت بيجي في عينينا. احنا مش عارفين ندعي ربنا. احنا الدعاء الى الله حتى النهارده الا ان كان ايامها الحزب الوطني ارتشى، اخذوا توكيلات الاسمنت اعضاء الحزب الوطني، اخذوا عينوا لهم بعض افراد من اولادهم